بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بنرحب بكم في قناتكم يوميات زملكاوي. الاهلي وصن داونز يوم السبت بكره الساعه 3 العصر. صن داونز اللي بيعمله مع الاهلي بصراحه عيب وحرام. صن داونز اللي بيعمله مع الاهلي ما يرضيش ربنا. صن داونز بيعمل في الاهلي حاجات للكبار فقط. صن داونز بيعمل في الاهلي حاجات وحشه ما يصحش الاطفال يشوفوها. ماتش بلس 18. صن داونز لو قدر ان هو يكسب النادي الاهلي باذن الله يعني باكتر من 3 اهداف هتبقى فضيحه بجلاجل. ليه؟ هتقول لي ليه؟ صن داونز لو كسب الاهلي 5 تالت مش تاني، لان صن داونز زي ما احنا عارفين فريق اللي بيحب يدي الاهلي خمسات. صن داونز كسب الاهلي 5-0 في ماتش الشهير بكماني الشناوي، وفي وسط العتاوله دول كانوا 5، ورجع كسب الاهلي تاني 5-2. فالنادي الاهلي داخل بكره بشعار ان انا مش عايز اشيل 5. يعني الاهلي هيلعب ان هو يتغلب 1 2 3 ماشي، 4 مش مشكله، انما لو الاهلي شال 5 هتبقى ازمه كبيره، وكده الاهلي هيتحول من فريق كبير وفريق عظيم قد له عمره برضه قليل لفريق الثلاث خمسات. عموما انا كمشجع زملكاوي طبعا من كل قلبي، من اعماق قلبي بتمنى الخير والتوفيق للنادي الاهلي، زعيم افريقيا وبطل العالم في الخمسات. جمهور الاهلي داخل الماتش ده وحاطط ايده على قلبه بعد ما الاهلي لعب مع بيراميدز وما قدرش ان هو يحقق الفوز على 10 لعيبه بعد ما الحكم طرد الديفندر بتاع بيراميدز في تدخل عادي جدا مع امام عاشور. كالعاده الاهلي ماشي بالتحكيم، وكل ماتش البيراميدز الاهلي بيلعب 10 لعيبه. الماتش الجاي بيراميدز انزلوا ب 10 لعيبه بدل الايه شغل بقى الافتراء والظلم ده. لا، هنبدا الماتش ب 10 لعيبه وهتتعادلوا او هتكسبوا الاهلي عادي، لان الاهلي لو اصلا قابلكم في افريقيا هيبقى التحكيم ماشي كويس. بنتمنى الكولر ان شاء الله بكره ربنا يكرمه كده ويبقى مركز في الملعب قوي، لان الخمسات برضو ممكن تاثر عليه ضربه شمس ولا حاجه مش هيرجع. وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. طبعا تبقى الخمسه الثالثه على التوالي، بس المشكله ان لو بيراميدز كسب الاهلي 5 بكره، لو صن داونز كسب الاهلي 5 بكره هيبقى اكتر فريق كسب الاهلي بنتائج كبيره، وهيتفوق على الزمالك اللي كسب الاهلي مرتين 6-0، وعلى الترسانه برضو اللي كسب الاهلي 5 قبل كده، وعلى مونتيري. وهيعمل بقى هيحتفظ بالنادي الاهلي مدى الحياه ان هو اكتر فريق كسب الاهلي 5. اكتبوا لنا في التعليقات رايكم بكره ان شاء الله الاهلي هيتغلب 3-0 ولا 4-0 ولا 5-0. بشكركم والى اللقاء في مزيد من الفيديو.